أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه العجالة أقول وبالله التوفيق، ونحن على عام كامل من الظلم والقتل والتهجير العمدي المتعمد لأهلنا في قطاع غزة، ثم توسع الظلم شيئا فشيئا. ولكن قد يظن البعض بأن الابتلاء الذي يمر به أهلنا في غزة هو خاص بهم فقط، وأننا غير معنيين أو غير ممتحنون نحن. أقول كلا ولا، هم نجحوا في الامتحان وصبروا ورضوا واحتسبوا، فماذا عني أنا؟ وماذا عنك أنت أيها المؤمن؟ وماذا عنك أنت أيتها الأخت المؤمنة؟ نريد لهم النصر، نتمنى لهم النصر، لكن ما هو التغيير الذي أحدثناه في أنفسنا؟ هل تغيرنا إلى الأفضل أو ما زلنا نحن؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الذي كان يتعامل بالرشوة وعندما ينظر مناظر الإبادة لأهلنا يتألم ويحزن، ولكن هل صنع تغييرا في نفسه وقال كيف أعمل هذا المنكر وأهلي في غزة يقتلون ليلا نهارا؟ وقس على ذلك بقية المخالفات. هذا المفهوم الأول، ينبغي أن نغير ما بأنفسهم. المفهوم الثاني، الناظر والمتأمل يرى فيهم صبرا عجيبا كبيرا، يتعجب كيف لهم أن يصبروا هذا الصبر ونسينا الربط على القلوب. ما الذي جعل فتية الكهف يفرون بدينهم ويثبتون على عقيدتهم؟ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ما الذي جعل أم موسى تصبر وتلقي بفلذة كبدها في النهر بدون أن ترتجف يدها، وصبرت على كتم أمره؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إذن أيها المؤمن، افهم هذا الفهم الصحيح، أنه لا ينزل ابتلاء إلا وينزل معه اللطف والربط على القلوب من علام الغيوب. والربط على القلوب هو الذي يثبت الإنسان في الصعاب، ولكن لا نظنها معركة عابرة. وهذا هو الفهم الثالث، إنها حفظت لنا جيلا كامل كنا نخاف عليه أن ينسى. فمن كان يذكر الأقصى قبل 7 أكتوبر، من كان يذكر الأقصى والقدس والمصرة والمحتل اللعين إلا القليل. وسيخرج بإذن الله من غزة جيلا منتقما ليذيق الصهاينة الويلات، وسيذكر المستقبل هذا، وسيذكر الشهداء. لو رأيت مصعب أيها المؤمن، مصعب بن عمير في أحد وقد قطعت يداه ومثل بعدد من الصحابة، لقلت في قرارة نفسك هذه نهاية يستحقها هؤلاء الصفوة. ولكن تلك اللحظات كانت من أجمل لحظات مصعب بن عمير ورفاقه. هناك آية في كتاب الله نحتاج لتأملها بعمق: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن نحزن لكن هم فرحين أيها المؤمنون. لا نرى من المنظر إلا ما نرى، ويخفى علينا ما وراء ذلك. نحن نريد البشرى، وها هي البشرى من الشهداء أنفسهم: ألا تخافوا ولا تحزنوا. نحن نعم كلانا نتألم،
نحن وعدونا، وكلانا لدينا خسائر في الأرواح وغيره، وإن لم يعلن العدو بالرقم الحقيقي لقتلاه، لكن نحن نرجو من الله ما لا يرجون. نحن نرجو جنة عرضها السماوات والأرض، وهم لا يرجون إلا دنيا إليها يركنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.